قصة مقطع النهاردة هتكلم فيها عن أغرب قصص وقضايا القتل اللي ممكن تسمعها في حياتك. Came home one day, very happy. She said, "Mom, said I made two new friends." البنت اللي اتحولت من واحدة كل الناس بيكرهوها ويتنمروا عليها بسبب شكلها لواحدة من أجمل البنات المحبوبة بالمدرسة. مين البنت دي وإيه اللي عملته مع صاحبتها؟ كل ده هنعرفه في مقطع النهاردة. سنة فاتت وسنة لسه جديدة واحنا لسه مستمرين على التنزيل، وانا اسف يا جماعة على الفترة الكبيرة جدا دي اللي انا باخدها ما بين مقطع والتاني، وكل ده يا جماعة بسبب حاجات كتيرة جدا. اول حاجة الدراسة واللي هي واخدة مني وقت كبير جدا، وكل ده بسبب ان انا لسه عليا امتحانات وكده، فانا مش عارف انزل لكم فيديوهات بطريقة مستمرة زي الاول، بس ان شاء الله فترة صغيرة جدا وان شاء الله هخلص امتحانات وهنرجع زي الاول واحسن. المهم بمناسبة ان احنا لسه في بداية سنة 2023، فانا حبيت اجمع لكم القصة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، واللي هتكون فيها كمية احداث ومواقف وحاجات غريبة جدا انت عمرك ما هتتوقعها، وعمرك ما هتتوقع ان في ناس بمجرد ما تساعدهم وتحاول ان انت تدعمهم وكده ممكن يعملوا فيك حاجة وحشة زي اللي انت هتسمعها في مقطع النهارده. فالمهم غير ما نحكي تفاصيل القصة وكده، تعالى اقول لك على الحاجة اللي انت لازم تعملها واللي انت عارف هتعمل ايه بالظبط فيها، واللي هي ان انت تجيب كوباية القهوة او النسكافيه بتاعتك علشان تركز معايا في مقطع النهارده، واللي انا اعتبر اصلا خلصتها قبل ما المقطع يبدأ. فالمهم غير ما نرغي ونتكلم كتير بالمقدمة، يلا بينا ندخل بالمقطع. قصة مقطع النهاردة يا جماعة هتبدأ معانا بمدرسة كلير ليك الثانوية بتكساس، مع بنت اسمها ريتشل كولرز وصاحبتها تيفاني. البنتين دول يا جماعة أصحاب بطريقة كبيرة جدا وبيحبوا بعض، وكمان مشهورين ومعروفين في المدرسة. بس ريتشل وتيفاني دول على عكس البنات اللي انت ممكن تتوقعها في خيالك، واللي هي البنت المشهورة اللي دايما بتكون في المدرسة متكبرة وما بتصاحبش حد وكده. البنتين دول يا جماعة محبوبين بطريقة كبيرة جدا في المدرسة بسبب ان هم طيبين وعندهم أصحاب كتيرة وكده. المهم القصة لحد هنا جميلة خالص، بنتين واحدة اسمها ريتشل وتيفاني بيحبوا بعض ومعروفين في المدرسة وكل حاجة ماشية معاهم كويس. بس كل ده هيتغير امتى؟ لغاية ما هتيجي طلبة جديدة للمدرسة من ولاية نيويورك، واللي دي كان اسمها كريستين بالاولا. واللي تعالوا اعرفكم على مين هي كريستين دي قبل ما نبدأ القصة. كريستين دي يا جماعة انولدت في ولاية لونج ايسلاند في سنة 1986 مع امها لوري وابوها تشارلز، واللي بعدها يا جماعة قضت حياتها كلها مع امها لوري، بسبب انها يا جماعة في سنة 1988 بعد ولادتها بسنتين بالظبط ابوها تشارلز ده يا جماعة كان شغال في موقع بناء، واثناء ما هو كان شغال وقعت على راسه مباشرة كمية كبيرة جدا من الطوب، واللي دي ادت على طول لوفاته. وللحسن الحظ يا جماعة ابوها ده كان عنده تأمين على الحياة، بس ما قدرتش انها تاخده بسبب انها كان في الوقت ده عندها سنتين بالظبط، وما هينفعش تاخد التأمين ده غير لما توصل سن ال 18 سنة. طيب واللي انت ممكن تسأل ليه امها ما ينفعش تاخد التأمين بتاع جوزها؟ هتفهم دلوقتي. كريستين يا جماعه بعد وفاه ابوها على طول ما عاشتش مع امها، وفضلت حضانتها تتنقل ما بين شخص والتاني كل شويه، لغايه ما في الاخر رست انها تقعد عند بيت اجدادها. وكل ده ليه؟ بسبب ان امها يا جماعه لوري بعد وفاه جوزها تشارلز ابتدت انها تدمن للمخدرات، وابتدت انها تشرب مخدرات بطريقه كبيره جدا. فمش هينفع ان الطفله الصغيره كريستين تكون في حضانه امها لوري وهي مدمنه مخدرات، وبرده مش هينفع انها تاخد التامين بتاع جوزها تشارلز. وبعدها في سنه 1991 واثناء ما كانت كريستين عندها 5 سنين، في يوم من الايام كريستين بتصحى من النوم وفجاه بتلاقي شعرها كله واقع جنبها على المخده، واللي بعدها البنت كريستينا كانت مصدومه بطريقه كبيره جدا وبتبكي زيها زي اي طفله خسرت شعرها. فاجدادها يا جماعه اللي كانت عندهم في الوقت ده اخدوها وراحوا بيها عند اكتر من دكتور علشان يعرفوا ايه السبب اللي خلى شعرها كله ده يقع بالطريقه دي. واللي الدكاتره يا جماعه بعد ما فحصوها وكده اكتشف ان عندها يا جماعه مرض اسمه الوبيشا او داء الثعلبه. والمرض ده يا جماعه لما بيجي بالشخص بيكون مسؤول عن ان هو يوقع كل الشعر اللي في جسمه، سواء اذا كان شعر راسه، رموشه، او حواجبه حتى. ففضلت كريستين على الحال ده يقع شعرها لكام شهر بالظبط لغايه ما خسرت شعرها تماما. واللي يا جماعه ما تتخيلوش طفله عندها 5 سنين لما بيقع شعرها كان بيحصل لها ايه. اول حاجه كريستين دي لما كانت بتروح المدرسه كانت بتتعرض لكميه تنمر كبيره جدا، كانوا كل الاطفال اللي معاها في المدرسه كانوا بيتنمروا عليها وبيضايقوها، وحتى احيانا كان بيضربوها. وكريستين في الوقت ده كانت بتلبس احيانا باروكه، كانت دايما طول ما هي ماشيه في المدرسه يجي واحد كده من الاطفال ويروح شدد لها الباروكه، وكانت تبكي بطريقه كبيره جدا. وبعدها
وبعدها لما كريستين دي كانت في سن ال6 سنين قدرت انها ترجع لامها لوري، بسبب ان امها لوري دي يا جماعه قدرت انها تتعافى من المخدرات وقدرت انها تتعالج منها، وقدرت كمان انها تتجوز واحد تاني، فبكده تقدر انها ترجع لها حضانه كريستين. وبعد ما كريستين خلاص رجعت لهم قرروا ان هم يسافروا من ولايه نيويورك لولايه تكساس. واللي في الوقت ده كريستينا كانت خايفه بطريقه كبيره جدا لانها لسه هتتعرف على ناس جديده وناس لسه اصلا ما تعرفهمش، وكانت خايفه اكتر من انها بسبب المرض اللي عندها وشعرها اللي بيقع ده فهتلاحظ ان ممكن يحصل لها تنمر اكتر من الاول، لكن مش هو ده اللي هيحصل. Came home one day, very happy. She said, Mom, I said, I made 2 new friends who are the sweetest girls I've ever met. I said, who are they? She said, oh, Rachel and Tiffany. لما راحت كريستين المدرسه ورجعت منها في اول يوم ليها راحت لامها وكانت مبسوطه جدا، وكانت بتقول لها انا اتعرفت على ريتشل وتيفاني وبقى عندي اصحاب كتير ومحدش بيتنمر عليا في المدرسه. واللي لو تفتكروا يا جماعه ريتشل وتيفاني دول هم البنتين اللي انا كلمتكم عنهم في اول القصه. كريستين كانت بتحبهم بطريقه كبيره جدا وكانت بتحب انها تروح المدرسه بسببهم، وكانوا هم كمان بيهتموا بيها لدرجه ان هم كانوا بيعلموها تلبس ازاي، تحط ميك اب ازاي، تلبس ايه وكده، لدرجه ان هم كمان قدروا ان هم يخلوها تبقى ملكه جمال المدرسه او اجمل واحده في المدرسه. بس للاسف مش هي دي اللي هتكون نهايه القصه السعيده اللي انا وانت متوقعينها. ريتشل وتيفاني يا جماعه هم اكبر من كريستين بسنه واحده، بسبب ده قدروا ان هم يتخرجوا من الثانويه قبل مين؟ قبل كريستين. واللي بسبب ان كريستين يا جماعه كانت لسه في المدرسه فكريستين كانت بتقضي وقت اكبر من اللازم مع مين؟ مع حبيبها. واللي تعالوا اعرفكم على حبيبها ده علشان ليه دور كبير جدا في القصه. زي ما كريستين يا جماعه كانت مصاحبه ريتشل وتيفاني البنات الطيبين وكده، فكانت هي برضه مصاحبه شويه شباب مش كويسين، واللي دول يا جماعه كانوا بيخرجوا من المدرسه وكانوا بيشربوا مخدرات وكانوا بيعملوا حاجات كتيره جدا برضه مش كويسه. واللي بسبب الشباب دول ومن خلالهم قدرت انها تتعرف على مين؟ تتعرف على واحد اسمه كريس سنايدر، واللي ده كان عنده 16 سنه في الوقت ده وهي كان عندها 14 سنه. وكريس ده يا جماعه ما كانش كويس خالص، تقدر تقول عنه ان هو يعتبر كان مجرم او بالمعنى الاصح الباد بوي بتاع المدرسه. وبعد اشهر يا جماعه من حبهم لبعض بنكتشف ان كريس ده كان بيضربها وكان بيتحكم فيها وكان بيخليها تعمل حاجات غصب عنها، وبرضه هي كانت بتحبه. واللي ممكن تسال نفسك طيب ليه هي ممكن تحب واحد ممكن يعمل فيها كل التصرفات دي؟ كريستين يا جماعه في بدايه حياتها زي ما قلت لكم ابوها مات وهي في سن صغير، وكانت الناس بتتنمر عليها وما كانش في حد بيصاحبها، فهو ده السبب اللي كان مخليها مرتبطه بيه، برغم ان امها واهلها وكل الناس اللي يعرفوها حتى اصحابها كانوا بيقولوا لها ان كريس ده شخص مش كويس وابعدوا عنه لان هو هيدمر لك حياتك. وبرغم كل ده ما كانتش بتسمع لكل كلامها. وبعدها بفتره كريس ده بينسجن بسبب ان هو عمل جريمه سطو مسلح على محل كان موجود في المدينه بتاعته، وبرضه ما انسجنش فتره كبيره بسبب ان هو كان في الوقت ده كان يعتبر قاصر، وقدر ان هو يخرج من السجن. وبرضه كريستين رجعت له من تاني، بس المره دي كان اعنف من الاول معاها في كل حاجه، كان بيضربها وكان بيتنمر عليها، واحيانا لما كانت بتكون وسط اصحاباتها وكده الباروكه اللي هي كانت لابساها كان بيشدها من فوق راسها وكان بيضحك عليها وسط الناس، وبرضه هي برضه مستمره معاه. بس المهم تعالوا نرجع لموضوعنا، رغم ان انا عارف ان انا طولت عليكم في الجزئيه دي بس انا كنت حابب ان انا اوصلها ليكم واعرفكم ان كريس ده شخص مش كويس تماما وليه اثر كبير جدا على حياه كريستين، واللي ده هتعرفوه دقايق بس كده لقدام، فركزوا معايا شويه. بعد ما خلصوا ريتشل وتيفاني المرحله الثانويه سكنوا مع بعض في بيت صغير، وكمان هما الاثنين كانوا برضو بيشتغلوا مع بعض. وكمان تيفاني ابتدت انها تتعرف على ولد اسمه ماركس بيرسيلا، وكمان ابن عمه البريت سانشيز كان بيقعد معاهم، وبالتحديد كان صاحب ريتشل. كانوا دايما بيسهروا مع بعض ويخرجوا ويلعبوا العاب فيديو سوا، فبسبب كده كريستين حست نفسها انها بتبعد عنهم، وان ريتشل وتيفاني لما بيكون معاهم ماركس والبريت ما كانوش بيدعوها للسهر معاهم، لغايه ما في 18 يوليو سنه 2003 كل حاجه يا جماعه هتتغير، والاحداث كلها في القصه هتتغير حرفيا. اتنين من جيران ريتشل وتيفاني دايما متعودين انهم يروحوا يطمنوا عليهم وكده من وقت للتاني، واحيانا كانوا بيروحوا يعملوا عندهم زياره كده مفاجاه عشان يقعدوا معاهم وكده. ففي اليوم ده اللي هو 18 يوليو قرروا ان هم يروحوا يزوروا بيت تيفاني وريتشل، ووصلوا عند البيت وابتدوا ان هم يخبطوا على الباب، لكن ما كانش في حد بيفتح الباب، برغم ان هم اثناء ما كانوا واقفين قدام الباب كانوا سامعين جوه البيت صوت تلفزيون عالي من جوه، معنى كده ان هو كان في حد جوه البيت، بس برضه ما حدش راضي يفتح. فواحد من الجيران دول بيجرب ان هو يفتح الباب، فالباب فتح على طول، ومعنى كده ان هو مش مقفول من جوه، ودي دي حاجه ما تطمنش اصلا. بعدها الجيران دول دخلوا للبيت، ويا جماعه هيلاحظوا مشهد رهيب جدا وصادم ليهم بطريقه كبيره. ريتشل وتيفاني وماركس وكمان البريت كلهم يا جماعه مرميين على الارض ومضروبين بالرصاص بطريقه كبيره جدا، والدم كان مغرق كل مسرح الجريمه. وكل الصور دي اللي انتوا شايفينها صور حقيقيه، وكمان في صور تانية انا عارف ان ممكن اليوتيوب ممكن ما يرضاش ان هو يقبل ان انا احطها، بس ممكن
هتلاقوها عندي في ستوري الانستا او في الهايلايت عندي. المهم نرجع لموضوعنا على طول. الجيران دول بعد ما شافوا المنظر المرعب ده قرروا ان هم يتصلوا على الشرطه، واللي بعدها بدقايق بالظبط الشرطه وصلت للمكان. لما وصلت الشرطه هناك لقيت المنظر الفظيع ده، وكل واحد منهم مضروب باكتر من رصاصه في جسمه، يا ريت رصاصه واحده، اكتر من رصاصه. وكمان اكتر واحد لاحظت الشرطه ان هو كان غريب الوضع بتاعه جدا هو مين؟ هو ريتشل. الشرطه لقيت في راسها اصابات كبيره جدا، وكان واضح عليها ان هو في حد ابتدى ان هو يضربها في راسها بآلة حديديه وكده، ده غير كميه الرصاص اللي كانت مضروبه في جسمها. والشرطه اول حاجه لاحظتها في الموضوع ده ان هو ما كانش اقتحام او عمليه سرقه، لان الشرطه يا جماعه لقيتهم موجودين في اماكنهم ومفيش اي حد متحرك من مكانه، وكلهم ميتين في نفس المكان. فمعنى كده ان مفيش اي حد حتى حرامي او منافسه او اقتحام او اي حاجه زي كده. واللي تعالى اقول لكم على الحاجه الحزينه شويه واللي هي ممكن تقطع قلبكم اصلا. عارفين البنت اللي اسمها ريتشل دي يا جماعه لما راحت الشرطه هناك لقيت ان جنبها موبايل. لما مسكوا الموبايل ده ابتدوا ان هم يفحصوه، بيبصوا فيه لقوا ان الموبايل شغال وكان جايب وضع الاتصال، وكان مكتوب في الموبايل 911 واللي هو ده رقم الشرطه. بس الظاهر انها قبل ما تدوس اتصال وتتصل على الشرطه كانت ماتت. وتاني حاجه لاحظتها الشرطه ان في مسرح الجريمه كان في نوعين رصاص مختلفين من مسدسين، ومعنى كده ان اللي اقتحم المكان كانوا اتنين مش شخص واحد. وبرضه في البيت بتاعهم كانت الفلوس موجوده زي ما هي، واللي معناها ان دي مش عمليه سرقه. واللي بعدها الخبر ده يا جماعه هينتقل للاخبار وهينتشر في كل مكان، لغايه ما في يوم من الايام الخبر ده بيظهر على التلفزيون. وبيظهر قدام مين؟ بيظهر قدام ابو البنت الصغيره اللي اسمها ريتشل. ولما بيظهروا في الاخبار بيظهروا صوره البيت اللي من بره، واللي بمجرد ما ابو ريتشل بيشوف البيت ده بيعرف ان هو البيت بتاع بنته الصغيره. واللي تعالى اوريكم مشهد يعني حزين شويه عن رده فعل الاب لما راح لمسرح الجريمه وكان عاوز يشوف بنته. الشرطه لما ابتدت انها تحقق في الموضوع عشان تعرف معلومات اكتر وكده، وابتدت تسال الجيران كانوا دايما بيقولوا ان هم ريتشل وتيفاني كانوا بيعملوا حفلات مستمره او بشكل يومي جوه البيت. بس اليوم ده كان اغرب يوم لان هو ما كانش فيه اي حد غيرهم هم الاربعه بس جوه البيت. بس كمان في معلومه مهمه جدا واحده قالتها للشرطه، واللي هي انها في اليوم ده لما سمعت الصوت العالي من البيت كانت فاكره ان جوه البيت ده كانوا بيضربوا صواريخ او حاجه زي كده، فهي اللي كانت عامله الصوت، ما كانتش تفتكر انها ضرب رصاص. فقررت انها تروح تبص من الشباك، ولما بصت من الشباك لاحظت ان في ولد وبنت ماشيين في الطريق، وكانوا هما الاثنين لابسين اسود وكان شكلهم غريب وما كانوش بيعدوا في المنطقه دي كتير. واللي ابتدت انها تقول المواصفات بتاعتهم للشرطه، واللي هو ده السكتش اللي شبه المواصفات بتاعتهم. الشاب والبنت كانوا لابسين اسود، والبنت كانت عيونها كبيره وكانت لابسه بندانه فوق راسها. وبعدها بياخدوا المواصفات اللي كانت موجوده جوه السكتش وبيبتدوا ان هم ينشروها في كل مكان، وكمان عليها مكافاه اكتر من $100,000 لاي حد يقدر يدلهم على اي معلومه عن الاثنين دول. لكن بعدها ابتدت تتحول الايام لاشهر ومفيش اي معلومه خارجه او قدروا ان هم يعرفوها عن الاثنين دول. وكمان ابتدت الشرطه انها في الوقت ده انها تدور ورا مين؟ ورا ماركس صاحب تيفاني. كان يعتبر مدمن مخدرات، فكانت الشرطه خايفه وكانت بتقول ان هو ممكن اشترى مخدرات من حد او كان في حد بيكرهه كده، فقرر ان هو يروح البيت بتاعه ويقضي عليه بسبب ان هو ياخد منه فلوس وياخد منه مخدرات وكده. بس الغريب برضو ان الشرطه لما قررت انها تروح جوه البيت لقيت ان الفلوس كانت موجوده جوه البيت، وكمان المخدرات اللي كانوا بيشربوها موجوده برضو هناك. وبرضو لما سالوا اصحابه كده كانوا بيقولوا ان هو مفيش ليه اي اعداء. وفي الفتره دي اللي هي بعد جريمه القتل على طول اهل كريستين كانوا بيقولوا انها كانت حابسه نفسها في الاوضه بتاعتها لاكتر من 3 ايام، ما كانتش بتنزل او تاكل او بتظهر، وكانت دايما بتبكي. ولبسبب ده الشرطه ما كانتش واخداها كمشتبه اصلا، وكانوا بيقولوا انها كانت ممكن بتبكي او حابسه نفسها كده بسبب انها زعلانه عليهم وبسبب ان هم كانوا اصحابها. لغايه ما بتعدي اكتر من 3 سنين ومفيش اي دليل حوالين القضيه دي. واللي في الفتره دي قدرت كريستين انها تنفصل عن كريس بسبب مشاكل كتيره جدا كانت بتحصل ما بينهم. وكمان بعدها بفتره صغيره جدا اتقبض عليها بسبب انها راحت وسرقت محل وكده، وبعدها اخدوها وجوها لمركز اعاده تاهيل، واللي هو ده بسبب كميه المخدرات اللي كانت بتاخدها عشان تتعافى منها. بس للاسف ما تعافتش منها ولا حاجه، وحصلت معاها مشكله اكبر من الاول، واللي هي قدرت من خلال مركز التاهيل ده انها تتعرف على واحد اسمه جاستن روت. واللي جاستن ده يا جماعه كان زي كريس بالظبط، واللي بعدها حبته بطريقه كبيره، وفي خلال سنه واحده بس هما الاثنين اتجوزوا. وقدرت كمان انها تعدي سن ال 18 سنه، فبسبب كده قدرت انها تاخد التامين اللي كان على ابوها اللي قلت لكم عليه في اول القصه انها ما كانتش قادره تاخده بسبب انها كانت صغيره. والتامين ده كان الحجم بتاعه او المبلغ بتاعه كام؟ كان $360,000. قررت انها تشتري ب $300,000 شقه كبيره جدا ليها ولجوزها، وكمان باقي الفلوس قررت انها تشتري بيها مخدرات. لغايه ما يا جماعه بتيجي مكالمه للشرطه بتغير كل القصه دي
كلها. بيتصل عليهم شخص وبيقول لهم ان هو يعرف حقيقه قضيه راشيل وتيفاني، وبيقول لهم ان اللي عمل الجريمه دي هم مين؟ كريستين وكريس. ولما سالته الشرطه انت عرفت ازاي وكده، قال لهم بكل بساطه ان انا كنت واحد من الناس اللي كانوا مع كريستين في المصحه، وقال لهم ان هي كانت صاحبتي وكانت معايا دايما، وكانت بتحكي لي وبتقول لي كل حاجه، وحكيت لي كل تفاصيل القضيه، وكانت بتشرح لي ان هي وكريس راحوا هناك وابتدوا ان هم يضربوا عليهم نار وكده عشان كانت متغاظه منهم. كمان يا جماعه كان في حاجه غريبه وغبيه في نفس الوقت من الشرطه لما عرفت كده قررت انها تروح تدور اكتر في البيت علشان تجمع دليل ان كريستين هي السبب في كده. فلما راحت هناك وابتدت تدور ولقيوا مذكره من ريتشل، فتحوا المذكره دي وكان فيها صوره لكريستين، ولما خلعوا الصوره دي وقلبوها لقوا ان ورا الصوره دي كان مكتوب كلام يوضح ان كريستين زعلانه من ريتشل وكده، واللي دي يعني حاجه غبيه جدا. بكمل اول والحاجه الاغبى يا جماعه من كده انهم ابتدوا ان هم ياخدوا صوره كريستين وينشروها في الاخبار ويقولوا عنها انها هي السبب في جريمه القتل وكده، واللي ده بسببه كريستين قدرت انها تهرب وتروح تستخبى في اوتيل بتاع ناس مدمنين وكده علشان الشرطه ما تقدرش انها تقبض عليها. لغايه ما في 19 يوليو سنه 2006 الشرطه بتقدر انها تقبض عليهم. واللي انت طبعا دلوقتي ممكن تسال نفسك طيب هو مين الشخص اللي كان معاها في المصحة ده واللي قدر ان هو يبلغ عنها وقال القصة بتاعتها اللي قالتها ليه؟ عارفين ده مين يا جماعة؟ هو جاستن، حبيبها او جوزها اللي هي متجوزه حاليا. المهم لما ابتدت التحقيقات معاها وابتدوا ان هم يواجهوها بكل الادله اللي قدروا يجمعوها، ابتدت ان هي تقول لهم على اعترافات وكده، وقالت لهم ايه؟ قالت لهم انها راحت هي وكريس لبيت ريتشل وتيفاني علشان يسرقوا منهم الفلوس والمخدرات اللي كانت موجوده معاهم. بس لما راحوا هناك لقوا الاربعه دول قاعدين مع بعض وابتدوا ان هم يتخانقوا مع بعض ويضربوا في بعض لغايه ما كريس طلع المسدس بتاعه وابتدى ان هو يضربهم كلهم. وبعدين ابتدت انها وهي بتتكلم في التحقيق ابتدت انها تنهار وكده وتعبت واخدوها للمستشفى. في الوقت ده المحققين اصلا ما كانوش مقتنعين بكلامها وكانوا شايفين ان هو كده. ليه؟ لان انا زي ما قلت لكم في الاول ان الشرطه لما راحت هناك لقيت الفلوس والمخدرات موجوده في مكانها، وكمان الشباب كلهم اللي كانوا موجودين في البيت كانوا قاعدين في اماكنهم، ما كانش فيهم اي حد بيتحرك، ومعنى كده انها ما كانتش عمليه سرقه وما كانش في اي منافسه ما بينهم. فالمهم بعد ما خرجت كريستين من المستشفى وابتدوا ان هم يحققوا معاها تاني، هتبتدي انها تغير كل اقوالها وكده. كانت بتقول انها كانت متعصبه منهم بطريقه كبيره جدا، فاقترح عليها كريس ان هم يروحوا هناك بالاسلحه اللي معاهم علشان يخوفوهم وكده، بس بسبب الشباب اللي كانوا هناك ابتدوا ان هم يستفزوا كريس وابتدوا ان هم يتخانقوا مع بعض. وكانت بتقول ان كريس مسك ايدها وابتدى ان هو يخليها تضرب رصاص عليهم وكده، واللي دي برضو كانت يعتبر قصه كده حرفيا. والحقيقه انها اخذت كريس وراحت هناك وابتدت انها وحدها تضرب عليهم رصاص، وبعدين خرجوا وهربوا من البيت. وفي الوقت ده يا جماعه برضو كان بيدوروا على مين؟ على كريس، لان هو كان شاركها في الجريمه وكده. فلما ابتدوا ان هم يدوروا عليه لقيوه كان موجود في غابه، بس المشكله ما كانش عايش اصلا. كانت بتقول الشرطه يا جماعه انهم لقيوه في الغابه وكان واخد جرعه كبيره جدا من المخدر، واللي دي بسببها عملت له صدمه او حاجه زي كده ومات. واللي بعدها في سنه 2008 المحكمه بتحكم على كريستين بالسجن المؤبد مع احتماليه انها تخرج بعد 40 سنه، واللي دي هتكون في سنه 2046.